يا صباح الجمال على العسلات الجمال. ايه ده؟ ايه الواد الكسلان اللي نايم ده؟ قوم يا واد كل معاهم يا ولا. صحيته عشان ياكل معاهم بقى مأنتخ مش عايز. عينيه فيها النوم مليانه نوم عشان لسه واكل صراحه دراو من شويه يعني. بصوا بقى بصوا. يلا يلا. البت كمان انا قمتها صراحه كانت يعني تنعس شويه كده، بس قمتها عشان تلحق تاكل يعني. قامت راحت جنب اخوها وهتنام في حضنه بقى. يا سلام. بس امهم بتقول لهم تعالوا انا ايه، تعالوا عشان ترضعوا. كوكي مش عارفه، كوكي وفتحيه متمردين على الاكل ده مش عارفه ليه، او يمكن جايز بيحبوا ياكلوا لوحدهم، هم حرين بقى يعني، بعد ما دول ياكلوا دول بيجوا ياكلوا كده يعني. يلا كل يا بسيوني خلصنا. يلا بالهنا والشفا يا حبايبي. فتحيه قاعده جوه في المطبخ اهي لو شايفينها، قاعده كده ملهاش كيف، الدنيا حر وهي اصلا مش بتقتنع قوي بالتونه. فانا عامله لها بطاطس كده مسلوقه، اخش بقى اديها بطاطس دلوقتي. وكوكي كده كده مزاجها متقلب، بس الصراحه لسه واكله برضو دراو يعني. بصوا هنا كوكي لقيت طبق جبنه كده فبتاكل جبنه، يعني عايزه تغير شويه في الاكل. انا سايباها بقى براحتها يعني، مش هتك عليها قوي، هي حره. كل قطه يعني كل قطه عارف مصلحته، ما تعملوش اكل مخصوص للقطط، الاكل الموجود حطوه براحتهم بقى. بس طبعا هو الطبيخ ما بياكلوش طبيخ قوي يعني عشان نبقى صادقين، بس لكن لو في لحمه مفرومه ماشي، بس نقل الصلصه بتاعته عشان ما بياكلوش الطبيخ قوي يعني، خلي بالكم الموضوع ده. لكن لو لحمه مفرومه بقى زي ما قلت لكم كده، او كبده ماشي. ونقلل بصل وثوم برضه عشان غلط عليه، وملح طبعا. خلاص كده كله خلاص. يلا يا جماعه، انا اكتشفت ان انا لما بسيب الاكل كده بينشف بعدين ريحته بتروح وما بيرضوش ياكلوه تاني. فانا بقى بعد ما كله ياكل ويخلص كده هروح مكيساه واشيله كده على جنب لحد ما يعني يعدي وقت شويه كده، وبعدين ارجع احطهم تاني على الاقل يحتفظ بريحته. كمان الدراو لما تيجي تحط لهم الدراو، خلصوا اكل دراو فاض من الدراو شيليه تاني، علشان لو راحت ريحته ما بياكلوهوش القطط. لو الدراو راحت ريحته ما بياكلوهوش. ما بص فتحيه لما كلهم كلوا هي جت عشان تاكل بقى. يلا كل بقى يلا عشان ايه نشيل كده ونلم كده ونشوف حالنا، عشان نقعد طول النهار احنا كده يعني. يلا يا جماعه اسيبكم على خير بقى ونروح نشوف اللي ورانا، والسلام يا حبايبي.